ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم بوصفه جديده، وجايه لكم بقى بخبر حلو. الخضره يا بنات ابتدت تنمو يا جماعه، النمو بتاعها ابتدى يكمل الحمد لله. هقطع اغسل الخضره بقى واقطعها معاكم، وارجع بقى اقول لكم هنعمل ايه. اهو يا بنات بعد ما قطعت الخضره وغسلتها سيبها تتصفى شويه. هعمل ايه بقى النهارده؟ ممبار. الممبار طبعا احنا بنجيبه من بره متنضف، بس طبعا زائد التنظيف بغسله بميه كويس واحطه في طبق زي ما انتم شايفين، واروح اعصر عليه ليمون وارمي القشر واحط كربوناته وملح ابيض عادي ودقيق، وبدعك ده فيه واسيبه حوالي نص ساعه ربع ساعه على قد ما اقدر، علشان ما يبقاش ليه ريحه زفاره. وبعد كده هشطفه واشتغل بيه، اسيبه بقى في المنقوع ده، ونروح نجهز الخلطه بتاعته. اهو يا بنات بقى الخلطه، جبت بصلتين وقرنين فلفل حامي زي ما انتم شايفين، طبعا عايزين تكتروا كتروا، واحد رومي وحوالي نص كيلو طماطم. كل ده هقطعه في الكبه هنا وهضربه كويس، وارجع اقول لكم هنعمل ايه. طبعا هقطعه وارجع لكم تاني. يا بنات بعد ما قطعت الحاجه كلها اهو زي ما انتم شايفين، البصل والفلفل والطماطم هضربهم كويس في الكبه، ونرجع بقى نتبلهم. اللي هو انا مش عايزاه يبقى ناعم قوي ولا برضو قطع كبيره. تمام. اهو يا بنات بعد ما عملتها في الكبه زي ما انتم شايفين، ولا هي ناعمه قوي ولا برضو خشن قوي، زي ما انتم شايفينها كده. وده المطلوب عشان تطلع معانا زي المصامت بالظبط، مطاعم بره، وفي نفس الوقت خفيفه. هنحط بقى معلقتين كزبره زي ما انتم شايفين كده، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه كمون او معلقتين على حسب. بس هو الكمون اصلا بصراحه في الاكله دي لازم معلقتين، وطبعا على حسب ما تحبوا، في ناس ما تحبش الكمون اصلا. ونحط بقى الملح بتاعنا اهو، وهجيب معلقه صلصه احطها اهي يا بنات. الصلصه هاخد منها معلقه طبعا عشان تعزز معانا لون الطماطم شويه. وهنحط بقى شويه خضره من اللي احنا غسلناهم، هجيبها بقى وارجع لكم تاني. اهو يا بنات بعد ما حطيت الخضره زي ما انتم شايفين، هنزل بقى بشويه زيت، زي ما انتم شايفين كده. هروح بقى اشطف الممبار بتاعنا واحطه في مصفى يتصفى شويه، وارجع احشيه معاكم. واكون غسلت الرز طبعا عشان نخلطه بالخلطه دي. اهو يا بنات بقى حطيت الرز على الخلطه زي ما احنا كنا عاملينها. طبعا هتحطوا مقدار الرز على حسب الكميه اللي هتعملوها، واقلبها كويس. واجيب بقى الممبار اللي احنا شطفناه سايبينه يتصفى في المصفى، احشيه. تمام. بما ان انا مش هعرف احشي معاكم لان انا بصور بايد وبقلب بايد زي ما انتم شايفين، فمش هعرف اصور معاكم وانا بحشي. بس كده الخلطه بتاعتنا تمام. هحشي الممبار وارجع لكم. طبعا حطيت ميه على النار فيها ورق لورا، فلفل اسود، وفص توم، وشويه ملح تغلي على ما انا احشي الممبار وارجع لكم تاني. اهو يا بنات الشوربه بعد ما غلت، هنزل بقى بيها بالممبار. ننزل بالممبار كده واحده واحده زي ما انتم شايفين. طبعا الممبار يا بنات ما بتمليش قوي، خصوصا ان هو ده معمول كله هو ني في ني، عشان ما يفرقعش منك في الميه. تمام. طبعا محدش يقول لي حرف الحل عامل كده ليه، لان انا كنت قبلها سلقه فيها فراخ. هيئت الشوربه بتاعتي اهو، قطعت فيها قطايه وقرنين، قصدي وفصين توم وملح وفلفل اسمر وورق لورا. دي اللي حطينا الممبار بقى ونسيبه يتسلق